الواحد قعد يسرح مع نفسه كده يا جماعة عن حال الكورة في مصر، لأن حال الكورة في مصر ما يسرش حد ولا حد. إيه السبب؟ قعدت أفكر، طب لعيبة، جماهير، طب اتحاد كورة، طب أندية. الواحد لقى إن حال الكورة في مصر لا يسر حد ولا حبيب لسبب تقريبا هو السبب الرئيسي، هو اتحاد الكورة. اتحاد الكورة يا جماعة يدير المنظومة الرياضية في مصر بطريقة الحلمنتيشي. ليه بيديرها بطريقة الحلمنتيشي؟ تعالوا نركز كده مع بعض. اتحاد الكورة لو خدنا لقطة كده من تاريخ الكورة في مصر من سنة 88 لسنة 2015، دي سنة 88 احنا صعدنا كأس عالم 90. الفترة دي كانت يعني يعتبر من أزهى في عصور الكورة في مصر. كان كابتن جوهري الله يرحمه مسك المنتخب سنة 88، ساب المنتخب سنة 90، صعد كأس عالم، لعب ماتشات كويسة جدا في كأس العالم، عمل شغل كويس، شكل الكورة في مصر كان كويس، وصل كأس عالم 90، خرج من كأس عالم 90 من الدور الأول وده شيء طبيعي. لعب ماتش ودي مع اليونان، خسر 6-1، شالوه، ما تفهمش ليه، ماتش ودي اتشال. لو جينا قارنا دي بسنة 2014 لما اسبانيا بطل العالم يخسر من هولندا في كأس عالم 2014 5-1، وديل بوسكي لسه لحد النهارده موجود. منتخب اسبانيا خسر من الدور الاول وخرج من كاس العالم 2014 ولسه ديل بوسكي زي ما هو موجود. قارنوا دي تعرف يعني ايه الحلمنتيشي. تيجي تبص مين جه بعد الكابتن جوهري. بعد الكابتن جوهري من سنه 88 لسنه 2002 مسك 4 ولايات مختلفه، 4 ولايات مختلفه كابتن جوهري مسك. جه في وجود الكابتن جوهري شحته، كابتن شحته، وجه راديليسكو بتاع رومانيا، وجه رويتر، وكورول، وجه محسن صالح، وجه ناس كتير جدا انا عشان ما انساش اسم معين. يعني الاسامي دي كلها كان يمشوا ويجي كابتن جوهري، يمشوا ويجي كابتن جوهري، يمشوا. طب انت لو سبت كابتن جوهري من 88 لسنه 2002 كان الراجل ده عمل لك منظومه رياضيه هايله لحد النهارده كنا هنعتمد عليها. انما طريقه الحلمنتيشي مع اول خساره، مع اول خروج من اي بطوله، شيل كابتن جوهري وهات خواجه ياخد الاف الدولارات، كاننا احنا عندنا فائض في الميزانيه. فائض في الميزانيه الاف الدولارات، ادفع للاجنبي ويجي ابن البلد تستخسر فيه. سيبك بقى من كابتن جوهري في سنه 2002. لو جيت على كابتن حسن شحاته، الراجل مسك المنتخب من سنه 2005 لسنه 2011. دي اطول مده مسكها مدرب في تاريخ الكره المصريه، في تاريخ المنتخبات، تاريخ منتخب الكره المصريه. مسك كابتن حسن شحاته من 2005 ل 2011. في الفتره دي كان في منظومه رياضيه بتدار، سايبين كابتن حسن يشتغل، يخسر ما يخسرش، الراجل مستمر. اللي ساعده ان هو بياخد بطولات، يعني خد كاس الامم 2006 في مصر، 2008 في غانا، 2010 في انجولا. ده اللي ساعده ان هو ان هو يكمل. اول اخفاق مع كابتن حسن شحاته كان في الوصول لكاس الامم 2012، تم اقصاء كابتن حسن شحاته. المشكله مش في اقصاء حسن شحاته، المشكله في طريقه الاقصاء. تصريح لكابتن حسن شحاته قال لك المشير طنطاوي اقلني. طب ايه دور المشير ان هو يشيل حسن شحاته؟ طريقه الحلمنتيشي، هي دي الحلمنتيشي. لو احنا بعد ما حسن شحاته مشي حسن شحاته، جبنا بوب برادلي. عمل ايه؟ خرج من تصفيات كاس الامم الافريقيه 2013 وخرج من الماتش النهائي في كاس العالم، تصفيات كاس العالم قدام غانا. خسرنا خساره فادحه 6-1 في اكرا في غانا، وجينا هنا كسبنا 2-1 في مصر وخرج. يعني هو ما عملش زياده عن كابتن حسن شحاته. طيب بوب برادلي كان بياخد كام؟ كان بياخد $30,000 والزياده سنويه في العقد 10%، ومدرب مخطط الاحمال بتاعه كان بياخد في حدود $10,000. يعني الاثنين على بعض كانوا بيكلفوا البلد $40,000. اضربهم في الوقت ده كان يعمل لك في حدود 250,000 جنيه تقريبا. المدرب بوب برادلي والمساعد بتاعه مدرب مخطط الاحمال بيكلفوا البلد الميزانيه ديت. مشي بوب برادلي، جه كابتن شوقي غريب، جه في اجواء صعبه جدا، الدوري مش مستقر
ويعني ولعب منتخبات جاهزه فنيا اكتر منه، وخرج كابتن شوقي غريب. تمت اقاله كابتن شوقي غريب. حاليا اتحاد الكوره بيفكر يجيب مدرب مين. المشكله مش في كده، المشكله في حاله البلد، المشكله في العجز الميزانيه اللي في البلد، والناس دي بتفكر تجيب مدرب اجنبي. يقول لك لا، اللي هيجي مدرب اجنبي يمسك، وكأن مفيش مدرب مصري مالي عينيهم. فين طارق العشري، فين حسام حسن، فين محمد يوسف وحسام البدري؟ يعني جرب. ما هو انت كده كده بتجيب الاجنبي وبيخسر ويخرج، ياخد شويه دولارات ويمشي. جرب في ابن بلدك، يمكن تكسب مدرب يكمل معاك. يعني هو كابتن جوهري نزل كده مره واحده بقى كابتن جوهري؟ لا، مع التجربه اثبتت ان كابتن جوهري عميد المدربين المصريين. مع التجربه جه حسن شحاته كسر الدنيا وخلى مصر المركز التاسع على مستوى العالم، وده ما حصلتش لا قبل حسن شحاته ولا بعد حسن شحاته. كلمه اخيره هوجهها لاتحاد الكوره: هل تعلم ان منتخب المانيا منذ بدء الكوره في المانيا عدد المدربين اللي مسكوا المنتخب الالماني من بدايه الكوره في المانيا لحد النهارده 10 مدربين؟ هل تعلم ان عدد مدربين الكوره اللي مسكوا المنتخب المصري منذ بدء الكوره في مصر، رغم ان الكوره في مصر ابتدت بعد المانيا، لحد النهارده 42 مدرب؟ كلمه اخيره هوجهها لاتحاد الكوره: الموضوع مش فشل مدرب، الموضوع فشلك انت في اختيار المدرب. مش المدرب هو اللي فاشل، انت اللي فاشل.